السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى هنعمل مع بعض البرجر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بكل المقاييس بجد طلع تحفة. عايزاكم بقى تجربوه، تدعموني بلايك واشتراك في الفيديو لو عجبنيكم. احلى من اي برجر هتاكليه بجد والله يا جماعة. عايزة اقول لكم الطريقة دي طلعت تحفة. انا جربت كتير وقليل، وكل ما اعمله كنت بيبوظ معايا. المرة دي طلع معايا تحفة بجد. اديكوا شايفين الصورة، ومش شكل وبس لا وطعم كمان تحفة. انا بقى هقول لكم على كل التفاصيل، وهو الفيديو بسيط جدا معانا، ما فيهوش اي حاجه خالص. طبعا انا جبت مع بعض نص كيلو لحمه مفرومه، واهم حاجه يا جماعه في الموضوع ده كله نوع اللحم. وده فول صويا، جبته ونقعته في ميه سخنه جدا بتغلي لغايه ما حسيت ان هو خلاص معايا بقى عامل زي العيش كده، وصفيته وضربته في الكب. وده خلطه البرجر، هو الموضوع كله فيه، مش هنحط اي حاجه خالص غير خلطه. كيس البرجر ده عامل حوالي 7 جنيه. وهنيجي بقى نجيب معانا بولة فاضية كده، وهننزل عليها الأول بإيه؟ بالفول الصويا بتاعنا، وهننزل فوقيه بكيس خلطة البرجر ده. طبعا فول الصويا أنا جبته ونقعته بالمية السخنة وصفيته، وقعدت بقى ضربته في الكبة لغاية ما عملت زي العجين كده. تمام، ابتدي بقى عجنيها كده كويس. كيس الخلطة اللي انت حطيتيه ده مع الفول الصويا، وانزلي بقى عليهم باللحمة المفرومة. أهم حاجة نوع اللحمة المفرومة يا جماعة، هي بتفرق كتير جدا. وابتدي بقى اقلبي المكونات دي كلها ببعضها كويس قوي. معلقه فلفل اسود صغيره، وربع معلقه ملح كده معاكي. ده على مقادير النص كيلو. كيس خلطه البرجر على النص كيلو. هتعملي كيلو هتعملي ايه؟ كيسين. ابتدي بقى ايه، اعجني كده كانك بتعجني عجين. قلبي بقى كويس قوي، يعني كانك اعجني، يعني دخلي كل المكونات دي كلها ببعضها. لما تحسي ان كل حاجه دخلت جوه بعضها ايه، تجانست مع بعض كده، هتجيبي بقى غطا معاكي علبه سمنه كده، وتجيبي معاكي اكياس او ورق زبدة زي ما انت حابة، او ورق البرجر. بس احنا بنتكلم في المتاح الموجود في بيوت، في كل بيت عندنا. وتجيبي البرجر بقى ايه، الخلطة اللي انت عملتيها دي. جربت كل الانواع وكل حاجة، وكان تملي بيطلع مش حلو معايا. المرة دي طلع تحفة بجد. وابدأي بقى اضغطي عليه بايدك كده، يعني اهم حاجة يا جماعة كبس البرجرايه. وانا عاملها لكم بطريقتين النهارده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تمام. الكبس بتاع البرجرايه اهم ما في الموضوع. وتجيبي كيس تاني وتحطيه، وتجيبي اللحمه المفرومه وتوزعيها على قد الايه، الكيس بتاعك، وعلى قد الغطا بتاعك. تبداي بقى تضغطي عليها كويس قوي. وانا هوريكم في الفيديو دوت ازاي تبقي محترفه في البرجر، طعم وريحه. وعايزه اقول لكم كان بيشد معانا كده، وبرجرايه ماسكه نفسها وناشفه معايا، مش بتفك، مش طريه. والطعم كان جنان، لان هو الكيس ده خلص لي كل الكلام، واي اضافات ولا بصل ولا توم ولا اي حاجه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طلعت تحفه معايا والله. انا حبيت اعمل معاكم كذا واحده عشان تشوفوا شكلها بيبقى عامل ازاي. تمام. هو عمل معايا كميه حوالي 10 وحدات. النص كيلو عمل معايا 10 وحدات في الغطا بتاع علبه السمنه دوت. 10 وحدات اتعملوا معايا. وهتدعيلي وهتقولي بجد والله الله يبارك لك، الطعم تحفة والريحة كانت تحفة، وعجبوا الأولاد أوي وعجب زوجي. وكانت بص، قالوا لي بصي احنا مش هناكل أي سندوتشات برجر من بره تاني، ولا هنجيب البرجر الغالي، انت تعمليهولنا كده على طول في البيت. زي ما انتوا شايفين كده، ابتديت بقى ان انا اضغطه كده كويس. وجبت بقى معايا دي الوصفة التانية، الطريقة التانية. جبت الغطا التاني على قد الغطا دوت بالظبط، وابتديت بقى ان انا اضغطهم على بعض. بس في الحركة دي تبقي حاطة كيس كمان من تحت وكيس من فوق، زي ما اللي هو الضغطة بتاعتهم دي بتطلع البرجر جامد جدا، ما بيفكش معاكي خالص. ضغطته ضغط كده كان تحفة بجد. شايفين؟ حطيت الغطيين واللحمة المفرومة في النص. ابتديت بقى ان انا اضغطهم كده واحطهم. عملوا معايا 10 وحدات. واسيبيها شوية في الفريزر قيمة ساعة كده او ساعتين. مش مستعجلة بيتي. جبت كاباتشو، جبت كاتشب بقى ومايونيز وخيار وطماطم، وجبت معايا فلفل رومي او فلفل حامي زي ما انت حابه.
وسخنت الطاسه بتاعتي ونزلت عليها بالبرجر قدامكم اهو. انا مجبتش حاجه من بره، اللي انا عاملاه اهو قدامكم. تمام. وتوطي بقى عليه النار شويه كده وتقلبي الناحيه التانية. وفي تركايه يا جماعه معلش انا مصورتهاش، هتحطي شعرة بيكنج باودر على اللحمه المفرومه، بتخلي اللحمه المفرومه تشد معاكي كويس قوي يعني، وانت بتعمليها تبقى ناشفه كده معاكي، ما تبقاش طريه خالص. البرجرايه شايفين انا بدوس عليها ازاي بالشوكه وماسكاها ازاي وبقلبها، ولا فكت ولا جرالها اي حاجه، ونفشت معايا والله وعليت. كانت حلوه قوي قوي قوي. وكان عندي بقى كيس فيه جبنه شيدر كده، قلت اجرب بقى بالجبنه الشيدر والجبنه الموتزاريلا كده، وحدايه كده اشوف هتبقى عامله ازاي معايا. استنيت لما البرجر معايا استوى ونزلت عليها بالايه، معايا بالجبنه الشيدر دي. تمام. وخلاص كده انا طلعتها، شايفين شكلها عامل ازاي، والريحه كانت قلبة الدنيا، كانت تحفه بجد. هو مش محتاج اي حاجه خالص، ولا بقى الخلطات ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها، هو كده كان تحفه جدا. بجد هتحلفي انك مكلتي برجر في حياتك بالطعامه دي. بس ارجع تاني واقولك نوع اللحمه المفرومه عليه عامل اساسي. حاولي تجيبي لحمه مفرومه تكون نظيفه، وتكون من الفخده كده، والجزار يعملها لك، تقطعها لك وينزلها لك في المفرمه بتاعته، من غير بقى ما يحط لك شغط وسمين والحاجات دي. ونسبه الدهون خليها بسيطه، ما تكتريش نسبه الدهون فيها كتير قوي. تمام. انا كده بقى ايه، وكنت محمره بطاطس جنبها، يمكن الطبق باين اهو جنبكم. قلت بقى اعمل لهم ايه وصفه كامله متكامله. خلاص كده بقى البرجريه بتاعتي ابتديت بقى ان انا اقلبها على الناحيه التانية عشان اشوف بقى الجبنه دي هتروح فين معاها. قلت اعمل اقتراح من عندي كده، وطلع حلو والله، طعمه كان تحفه قوي. وقلبت بقى البرجر قدامكم، جبت قدامكم كل حاجه قدامكم اهو، ما فيش حاجه ايه، حتى ما عملتش فواصل في اي حاجه خالص. ادعمونا بقى بلايك واشتراك يا جماعه في الفيديو لو عجبناكم، وانا واثقه باذن الله ان احنا هنعجبكم. تمام. ابتديت بقى ان انا كده خلاص ببتدي بقى ان انا اجهز بقى الحاجات اللي انا هحطها جواه. لان الرغيف لازم يبقى شكله حلو وانت بتعمليه كده، يبقى طعم وشكل. انا بصراحه نجحت في الاتنين، الطعم والشكل. شايفين انا بقلبه قدامكم، انا عايزه اوريكم بس شكل البرجر وهو بيستوي وانا بقلبه، مثلا تقولوا حاطط حاجه تانية، لا هو قدامكم كل حاجه اهو. وجبت بقى الطبق بتاعي ده، وابتديت بقى ان انا ايه، احط بقى رز، كذا طبقه كده تحت بعض، اوريها لكم دلوقتي. وحتى بنتي كانت واقفه معايا بتساعدني، تلاقيهم احط لك الكاتشب والمايونيز على اساس ان هي تعبت قوي يعني. لما لقيت الريحه بتاعت الاكل تحفه، دخلت بقى قالت لي لا اساعدك. طبعا انا جبت الكايزر فتحته ونزلت عليه بالكاباتشو. تمام. بعد ما غسلته طبعا وصفيته كويس، والخيار المتقطع دوت عملته شرايح بالطول كده، عشان ما ينفعش ان انا اعمله دواير هيقع من الساندوتش. وتحطي فلفل رومي وطماطم، وتنزلي بقى عليهم بالبرجرايه فوقيها، كاتشب بقى ومايونيز اي حاجه انت عايزاها حطيها. وهتدعيلي والله، احلى وصفه برجر اتعملت حرفيا، تحفه بكل المقاييس بتاعتها، طلعت جميله قوي. اهم حاجه يا جماعه نوع اللحمه بتاعتك تكون نضيفه، تطلع معاكي نتيجه هايله. وما تحطيش اي حاجه خالص غير هو كيس البرجر اللي انا وريته لكم ده، والملح والفلفل الاسود والفول الصويا. تمام. والبرجريه شايفين عامله ازاي، انا ماسكاها بايدي اهو، عماله ادوس عليها وما بتتقطعش، والله كانت بتشد كده. وطعم الكيس ده خلى طعمها تحفه، بتاع البرجر اللي انا جبته ده جبار. جربي الوصفه دي ان شاء الله وهتدعيلي. والفول الصويا زودها بردك شويه معايا، عمل لي 10 سندوتشات. شوفوا بقى انتوا السندوتش بره بيتكلف عليكم كام، واحسبوا ال10 وشوفوا انتوا وفرتوا قد ايه من نص كيلو لحمه مفرومه. وشوفوا بقى انا شاطره ولا لا، ودعموني بقى بلايك واشتراك للقناه. والسلام عليكم.